المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء واستهلها بأبرز عناوين. جهود لمكافحة الملاريا في إقليم عنزبة. مديرية دبارو تشهد أنشطة واسعة لحفظ المياه وحماية التربة. دورة تدريبية لمكافحة الآفات الزراعية في ماي منه. جنوب افريقيا تعيد فرض حظر على الخمور وعلى التجول بعد تزايد حالات كورونا. صندوق النقد الدولي يتوقع أكبر تراجع في اقتصادات الشرق الأوسط. ومقتل وإصابة عدة جنود في اشتباكات على حدود أرمينيا وأذربيجان. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن مكتب وزارة الصحة بإقليم عنزبة أن جهود مكافحة الملاريا حققت مكاسب خفض المرض من مستوى السيطرة إلى الاستئصال. وأوضح مسؤول وحدة مكافحة مرض الملاريا في المكتب السيد كيروس سرغي أن الإنجازات التي تحققت نتاج الجهود المبذولة مع المؤسسات الشريكة، قائلا إن استخدام الناموسيات وإصحاح البيئة من الاستراتيجية الرئيسية لمكافحة الملاريا. وأشار إلى متغيرات طبيعة البعوض الناقل لحمى الضنك والكرفس، موضحا البدء بدراستها في مختبر علا برعد بهدف المكافحة. من جانبها أوضح مسؤول التعبئة والمعلومات في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنزبة السيد تسفى ألم مسقنة إن الإنجازات التي تحققت تدعو لمزيد من الجهد والعمل لرفع وعي الشعب لإزالة مسببات المرض. شهدت مديرية دبارو تسيير أنشطة واسعة لحفظ المياه وحماية التربة بالتعاون بين مواطني 28 ضاحية وأعضاء قوات الدفاع المرابطة في المديرية. وأوضح مدير المديرية السيد فرونجيل تخلايمانوت بأن الهدف الرئيسي من البرنامج هو إصلاح مساقط المياه المنحدرة إلى سد مسلام ومكافحة انجراف التربة. وبفضل مشاركة المواطنين وأعضاء قوات الدفاع الفعالة اختتمت الأنشطة في أوانه. واشتملت الأنشطة المنتظمة إنجاز حوالي 22 ألف متر مكعب من الحواجز المائية الحجرية و39 كيلو مترا من الحواجز القنواتية، حيث تلعب هذه الحواجز دورا فعالا لمكافحة انجراف التربة في الأراضي الزراعية وحماية التربة وحفظ المياه. في غضون ذلك تم إعداد 15 ألف شتلة لمكافحة انجراف التربة على ضفاف الخيران، ويتم توزيعها على المشجرين الطوعيين، وقد بدأت بعض المناطق في غرس الشتول. من جهته قال خبير المحاصيل في المديرية السيد هبت أبسيوم إن الأعمال المنجزة أجريت لها دراسة مسبقة عبر الخبراء وسيرت عبر خطة موضوعة، مما جعلها أعمالا ناجحة. وفي سياق متصل أفادت المعلومات الواردة من إدارة المديرية بأنه تم توزيع سماد عصري على المزارعين لتخصيب التربة وحصاد إنتاج وفير. ارتفعت نسبة التغطية للإصحاح البيئي الأهلي في شمال البحر الأحمر من 26% إلى 57% بفضل الجهود الحثيثة الجارية بالتنسيق بين وزارة الصحة وإدارة الإقليم والشركاء. وأفاد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد رزان فسها بأن حملات التوعية والسمينارات الجارية عبر مراحل أدت إلى زيادة معرفة ووعي المجتمع المدني في أهمية الإصحاح البيئي. ونظرا لذلك ازدادت نسبة استخدام دورات المياه، مشيدا بالمشاركة الواعية والفعالة للمواطنين. وقال السيد حاجوس ملكياس مسؤول وحدة الصحة البيئية في مكتب الصحة بالإقليم إن برنامج الإصحاح البيئي الأهلي الذي أدخل في عام 2009 كان يركز بداية على المناطق الريفية البعيدة، إلا أن خارطة الطريق التي وضعت في المؤتمر الذي عقد عام 2018 منحت المدن أيضا اهتماما في هذا الشأن. وأوضح السيد حاجوس تسيير أنشطة التوسع قبل البدء في الاستخدام، ونتائج لذلك ظلت تسجل أعمال فعالة، حيث تذكر مديرية نقفة كنموذج في تغطية واستخدام دورات المياه، وتعمل المديريات الأخرى لحزوها.
في غضون ذلك أشار السيد حقوس إلى أنه وحسب التعليمات الموجهة للمؤسسات الحكومية في مديرية مصوع لإنشاء دورات مياه بلغت نسبة الاستخدام 85%، ووضع برنامج لزيادة 2 من دورات المياه العامة إضافة إلى دورات مياه عامة الأربعة المشيدة في مدينة مصوع. في الختام قال السيد حقوس ملكياس مسؤول الصحة البيئية في مكتب الصحة بالإقليم إن الاستخدام الجيد لدورات المياه يساعد في انخفاض الأمراض المعدية، معبرا عن ثقته الكبيرة في إكمال المديريات الأخرى للمهام في الوقت المحدد. تلقى أكثر من 50 من أعضاء وزارة الزراعة وأفراد قوات الدفاع في مديرية ماي منه بالإقليم الجنوبي تلقوا دورة تدريبية لمكافحة الآفات عامة والجراد على وجه الخصوص، وتضمنت الدورة التدريبية النظرية والتطبيقية طبيعة وأنواع الآفات وسبل إبادتها وكيفية استخدام معدات الرش واستخدام المبيدات. وأوضح مدير مكتب وزارة الزراعة في المديرية بالإنابة السيد رحاس أليني إن الهدف من التدريب القيام بالاستعدادات اللازمة قبل ظهور الآفات الزراعية، داعيا المشاركين لنقل المعرفة المكتسبة للمزارعين. وقال مدير مديرية مايمنه المقدم إبراهيم هيلة في ختام الدورة التدريبية أن المديرية تشهد باستمرار مخاطر الآفات المرتحلة وخاصة الجراد، ويساعد التدريب في اتخاذ إجراءات عاجلة في حال ظهور الآفات. وذكر المشاركون أن التدريب يوسع المعرفة ويحل النقص في الكادر الفني، منادين لمواصلة مثل هذه الدورات التدريبية لفوائدها. قدم أصحاب المتاجر في 3 إدارات ضواحي الأولى والثانية والثالثة بمدينة مصوع قدموا دعما عينيا للمحتاجين، وقد تم توزيع 52 كنتالا من الذرة بقيمة تجاوزت 62 ألف نقفة استخرجت من أصحاب 110 متاجر ل 346 أسرة محتاجة. كما استخرج المحسنون في مدينة جندع أكثر من 26 ألف نقفة و10 كنتالات من الذرة ووزعها للجهات المحتاجة في 3 إدارات ضواحي، فيما سمح أصحاب المنازل بالإقامة المجانية للمستأجرين. وبموجب ذلك سمحت أسرة المتوفى أحمد سعيد عكسة مع السيدة عالية محمد عبدو الإيجار المجاني ل7 متاجر من شهر إلى 3 أشهر، والسيد محمد علي محمد لمتجرين لمدة شهرين، والسيدة سماينيش تولده المقيمة في أديس أبابا لمستأجري متجرين في ماي حبار لشهرين. في غضون ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية عن تقديم دعم مالي ل30 من المحتاجين في ضاحية عقومبوسا بمديرية جندع بإقليم شمال البحر الأحمر. في سياق متصل قدم الإريتريون المقيمون في الدول الإسكندنافية أكثر من 260 ألف كرونر للتصدي لوباء فيروس كورونا وتنمية صندوق أمانة الشهداء، بينما عفى المواطنون في الداخل مدفوعات إيجارات البيوت. وأفادت السفارة الإريترية عن تقديم مبلغ 81 ألف كرونر جمع باسم معد ومنسق مشهد بالتوك إيريزنعات عبو المتوفى أول خير سعيد، ومبلغ 50,100 كرونر باسم السكرتير المالي لمنسق اللجنة الوطنية للاحتفالات في اسكندنافيا المتوفى برهان طلاهون. والإريتريون في أوكيلبو السويدية 6,000 كرونر، ومؤسسة حريتي يوسف لرعاية المسنين 5,000 كرونر، واللجنة الوطنية في الدنمارك 7,000 كرونر، وأحد المواطنين 6,000 كرونر، أي ما مجموعه 155,100 كرونر للتصدي لوباء فيروس كورونا. كما قدم الإريتريون في السويد 41 ألف كرونر، والإريتريون في أوسلو النرويجية 30 ألف كرونر، والإريتريون في تروندهايم النرويجية 30 ألف كرونر، والإريتريون في أولسن سفيكس النرويجية 7,257 كرونر، أي ما مجموعه 108,257 كرونر لتنمية صندوق أمانة الشهداء. من ناحية ثانية عفى الإريتريون في النرويج إيجارات البيوت في أسمرة وكرن ودكم حري لشهرين و3 أشهر. وأفاد تقرير وزارة الصحة بأن أصحاب 14 متجرا للأقمشة في سوق مصوع تبرعوا ب8,600 نقفة، وجمعية جابر منفذ قدوس عزين للمقيمين في أسمرة 5,000 نقفة، وجمعية جابر منفذ قدوس
راغوز للمقيمين في أسمرة 2000 نقفة، وجمعية عبد مزمات 2000 نقفة، ومتجر ناتنا للملابس في مصوع 2000 نقفة، وجمعية قدوس قرقيش أحوات المقيمين في أسمرة 2000 نقفة، وجمعية قدوس يهنس قدايف 1500 نقفة، وكل من مكتبة إيوبيل وورشة سلمون زرقوم وورشة بارجمة وورشة زرقوم تسفع سلاسي وجمعية بعلزقابي هيرد دقة المقيمين في أسمرة، وأنوني بترول لقطاع الغيار، وملئته للمواد الكهربائية 1000 نقفة. بعد الفاصل سادتي نعود لمواصلة الأخبار. قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا إن بلاده ستعيد فرض حظر على بيع الخمور وحظر التجول الليلي للحد من الضغط على المستشفيات مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع. وفرضت حكومة رامابوسا أحد أشد تدابير العزل العام في العالم أواخر مارس، لكنها خففت بعد ذلك كثيرا من القيود بسبب القلق على اقتصادها المتعثر. وجنوب إفريقيا بها أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إفريقيا، وتسجل حاليا رابع أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة الجديدة على مستوى العالم. وسجلت وزارة الصحة بجنوب إفريقيا 12058 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 276242 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة بواقع 108 حالات إلى 4079 حالة. خفض صندوق النقد الدولي في تقرير مرة جديدة توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ 50 عاما، وذلك على خلفية استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد. وحذر الصندوق في تقرير من أن الأزمة الاقتصادية في المنطقة التي تعصف بها الأزمات ستشهد ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة، ما قد يؤجج الاضطرابات الاجتماعية ويزيد عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام. ويتوقع الصندوق أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.7% هذا العام، بانخفاض عن توقعاته في إبريل. وقد تنكمش اقتصادات دول تشهد نزاعات بنسبة 13%. وبحسب بيانات البنك الدولي فإن التوقعات هي الأدنى منذ أكثر من 50 عاما، وتأتي بعدما سجلت المنطقة نموا متواضعا العام الماضي. أعلنت وزارتا الدفاع في أذربيجان وأرمينيا سقوط عدد من الجنود بين قتيل وجريح في اشتباكات وقعت على الحدود بين البلدين، في حين يتهم كل طرف منهما الآخر بالتعدي على أراضيه. وتشهد الجمهوريتان اللتان كانتا جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق نزاعا منذ أمد حول إقليم ناغورنو قرباخ الذي انشق عن أذربيجان وتقطنه أغلبية أرمينية، رغم أن المواجهات الأخيرة وقعت على بعد 300 كيلومتر من ذلك الجيب الجبلي. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن 4 من جنودها قتلوا وأصيب 5 آخرون، في حين تحدثت وزارة الدفاع في أرمينيا عن إصابة 2 من جنودها. وتبادل الطرفان الاتهامات بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق نيران المدفعية. وبالرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار جرى إبرامه عام 1994، لا تزال أذربيجان وأرمينيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات حول الإقليم الانفصالي وعلى الحدود بينهما. لقي أكثر من 140 شخصا مصرعهم أو فقدوا جراء فيضانات اجتاحت وسط وشرق الصين، وتسببت بارتفاع منسوب المياه في أكبر الأنهار والبحيرات إلى مستويات قياسية، فيما حذرت السلطات من أن الوضع سيتفاقم. وارتفعت مياه أطول نهر في الصين إلى مستوى مثير للقلق، حيث بلغت ثالث أعلى منسوب في تاريخ هذه المدينة التي تعد
11 مليون نسمة كما ذكرت وسائل إعلام الدولة. والفيضانات شائعة في الصين خلال فترة الصيف، وتضرب خصوصا محيط نهر يانغتسي الممتد على طول قسم كبير من وسط البلاد. وأدت أمطار غزيرة منذ يونيو إلى فيضانات في مناطق شاسعة في النصف الجنوبي للبلاد. وأحصت الحكومة حتى الآن 141 ضحية بين وفيات ومفقودين، وتضرر 28 ألف مسكن وحوالي 38 مليون نسمة بدرجات متفاوتة. لكن تزايد هطول الأمطار منذ الأسبوع الماضي أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ في ظاهرة مقلقة دفعت بالسلطات المحلية إلى رفع مستوى الإنذار. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، دمتم بألف خير وعافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.